جماعة طبعا ما ينفعش نفوت رمضان من غير ما نقضي سحور رمضاني من عند العيوطي. يلا بينا نبدأ سحورنا النهاردة في العيوطي فرع طرح البحر. المكان ما شاء الله كبير جدا، بينقسم لحاجتين، المطعم الاساسي وعاملين خيمة اكستنشن كده تاخد مساحة كبيرة، فدي اللي هندخل فيها. دخلنا مطعم العيوطي والمكان كان ما شاء الله زحمة جدا، وده المطبخ كل حاجة بتتحضر قدام عينيك. ودخلنا الخيمة كانت زحمة قوي ما شاء الله، بس لقينا ترابيزة الحمد لله. وده المنيو عندهم وجبتين سحور، وجبة بيزك 8 70 جنيه ووجبة بريميوم 8 95 جنيه. الفرق بين الوجبتين طبق جبنات فقط، مفيش فرق تاني خالص. وهنا بعد اقل من 10 دقايق بدأت الوجبات بتاعت السحور تنزل، الفول، البيض، السلطات. احلى حاجة في السحور ده كله بالنسبة لي انا الطعمية بصراحة، وده طبق الجبنات اللي انا قلت لكم عليه. ولا شكل البتنجان شكله خطير، والبطاطس كانت نازلة سخنة. احلى حاجة ان الاكل كله نازل سخن وطازة كده وشكله خطير ويجنن يا جماعة. انا بقى عاشقة لايه بقى؟ الطعمية. بعشق حاجة اسمها طعمية يا جماعة، وخصوصا لما تنزل سخنة خطيرة. دي طعمية محشية. انا برضو بعشق ان انا اكل الطعميه كده من غير عيش. الطعميه كانت سخنه وطعمها يجنن. لا يا جماعه طعميه العيوطي بجد خطيره. وكمان بعشق حاجه اسمها بتنجان. البتنجان كانوا عاملينه كده بتتبيله كده، وكانت ترميها دقه كده، كانت جامده كده بجد. تجربه السحور كانت حلوه قوي. وكان بعد السحور الجامد ده لازم نختم بكوبايه الشاي اللي تعدل بقى المزاج، طبعا روني يعني شاي. ده كان اوبشن حلو قوي من مطعم العيوطي، ان هم اخيرا حطوا المشروبات ان هو شاي او شاي بلبن زي ما تحب ان انت تاخده مع الاكل. واخر حاجه نختم بيها السحور بتاعنا من عند العيوطي، الزبادي البيتي اللي هم بيعملوها في طاجن الفخار ده، بيبقى طعمها مميز جدا. خلصنا تجربه السحور من العيوطي في رمضان. دي كانت تجربه السحور النهارده من عند العيوطي، طبعا ما كانش ينفع نفوتها في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين ورمضانكم كريم. العيوطي اشهر مطعم فول وطعميه في بورسعيد كلها.